اعتقد ان افضل طريقه اقول بيها ما تزعلوش مني هي اني احكي قصه الروايه دي وقصه العنوان بتاع الفيديو. بصراحه هي فعلا افضل روايه انا قراتها، ولكن خليني احكي لكم انا جبتها ازاي. كنت ماشي في يوم بعد الامتحانات في سور الازبكيه، وانا متعود اروح سور الازبكيه في اخر يوم في الامتحانات عشان اشتري كتب اقدر اقراها في الاجازه. وانا ماشي كده لقيت شخص انا فاكر شكله كويس قوي، وشخص ضخم كده وله دقن، فلقيته بيقول لي هو انت بتدور على ايه؟ كعاده اللي رايح بيسال على كتب او بيدور على كتب في سور الازبكيه بتلاقي البائعين بيسالوه يعني. فانا قلت له والله انا لسه مش عارف يعني، انا ببص لو في حاجه جذبتني هاخدها. فقال لي طب بص انا جالي شنطه جوه جديده فيها كتب لسه انا ما حطيتهاش، فانت ممكن تبص فيها كده. فانا قلت له تمام يعني، كانت حاجه كويسه ان انا هدور في كتب يعني. فقعدت ادور وبتاع، لقيت الروايه دي كنت دايما اسمع عنها ولكن ما جاتش الصدفه، ما كانش معايا فلوس اجيبها الروايه النسخه الاصليه. فلما لقيتها طبعه بيروت، فحسيت ان وطبعه اصليه والترجمه بتاعت احمد الصمعي، حسيت ان انا لازم اجيب الروايه دي. ففاكر حتى انا قلت له بكام، قال لي دي نسخه اصليه ومش عارف ايه، كان بيقول لي مش عارف تقريبا 35 جنيه، فانا قلت له لا انا معايا 25. ففاكر ان انا جبت الروايه دي ب 25 جنيه. حتى فاكر لما رجعت البيت لقيت بوست حد من اصدقائي يعني كاتب ان الروايه دي واحده من افضل الروايات اللي قراها. دايما كنت خدت الروايه دي وحطيتها في مكتبتي، وكل ما اجي اقرب منها احس ان مش ده الوقت المناسب اللي انا اقرا اسم الورده. مؤخرا قررت اقراها وفعلا كانت واحدة من أفضل ما قرأت في حياتي. يعني لو أنا هحط أفضل 5 روايات أنا قرأتهم في حياتي، اسم الوردة هتكون واحدة منهم. خليني بقى أدخل وأحكي لكم ليه اسم الوردة هي أفضل رواية أنا قرأتها. فيلا بينا نبدأ. ازيكم يا جماعة؟ أتمنى تكونوا بخير. والله وحشني يعني، أنا مستغرب القعدة قدام الكاميرا، وبجد دايما بحس ان انا وحشني الناس اللي بتتفاعل مع الفيديوز، وحشني الناس اللي بتعمل كومنتس، لان انا ببقى عارفهم وببقى عارف معظم الناس، معلمهم كده بالشكل ان الناس دي متابعاني. انا يعني دلوقتي التشانل وصلت تقريبا داخله في 20,000، ففي ناس انا فاكرهم من ايام ما كان عندي 100 سبسكرايبر مثلا، والناس دي متابعاني وحرفيا من كل فيديوز بتبعت لي فيدباكس وبتقول لي ده كان كويس ده مش كويس. بجد بعتبر الناس الموجوده هم اصحابي وبنتكلم مع بعض في الكتب، ولكن هحاول بقدر المستطاع ان انا اصور فيديوز اكتر. خلوني بقى احكي لكم عن الرواية دي هي واحدة من الروائع في الأدب الإيطالي. يعني لما بنتكلم عن الأدب المصري مثلا، وبنتكلم عن رواية الحرافيش أو أولاد حارتنا، فأنت لما تروح الأدب الإيطالي فأنت هتتكلم عن اسم الوردة. اسم الوردة مش مجرد رواية بوليسية معروفة، أو مش مجرد رواية بوليسية زي الروايات العادية، ولكن هي مزيج بين الفلسفة والتاريخ والدين. هي الأشهر للكاتب والأستاذ الجامعي أمبرتو إيكو. هي اتنشرت سنة 1980 واترجمت للغات كتير جدا. ولكن خليني أحكي لكم عن الرواية بدون طبعا ما أحرق أحداث، لأن الناس بتقول أنت بتحرق أحداث يا علي. مش هحرق أحداث يا جماعة. الرواية دي بتدور أحداثها في دير في شمال إيطاليا سنة 1327. بيوصل راهب لدير للتحقيق في جريمة قتل حصلت. بيتميز الراهب اللي هو ويليام على حسب الطبعة او على حسب اسمه في الطبعة اللي انت هتقرأ بيها، بيتميز بذكاء خارق وبقدرة منطقية في التحليل رائعة. وكمان هو كان محقق سابق في محاكم التفتيش. بيوصل هو والغلام بتاعه تلميذ اسمه أوتسو، وهو الشخص اللي بيحكي أحداث الرواية بعد ما حصلت. الغلام ده هو فضولي جدا، بيدور دايما على المعرفة، حابب يتعلم، عنده فطنة وبيعرف، وحكاء رائع بيحكي الرواية. طبعا هو مصاحب الراهب عشان يتعلم منه. حبكة الرواية بتبدأ بوفاة أحد الرهبان في ظروف غامضة، منهم اللي بيقولوا انتحر ومنهم اللي بيقول اتقتل، ولكن محدش عارف لغز القصة دي. بيبدأ الراهب ويليام في متابعة التحقيق خطوة بخطوة، ولكن الغريب ان كل ما تكتشف حاجة بتزداد الحيرة اكتر. يعني كل ما تكتشف دليل في الدير بتلاقي الحيرة تزيد اكتر، حتى انهم بيعتقدوا ان الشيطان نفسه هو اللي قتل الراهب. طبعا الراهب
مش هيقتنع بكلام ان الشيطان هو المسؤول عن الحادث، وهيبتدي يدور على ادله تكشف الواقع، والادله دي بعد كده هي اللي هتقوده للجاني الحقيقي. ولكن الغريب ان تتابع الجرائم في الدير بتكون مرتبطه ارتباط مباشر بالكتاب المقدس او الاسرار الممنوعه او المكتبه. كل الجرائم الموجوده في الدير وكل الادله بتوصل في الاخر خيوطها لمكتبه الدير. ولكن انا حابب اتكلم عن المكتبه اكتر. المكتبه في الروايه هي تعبر عن مركز الاحداث في الدير، هي عباره عن متاهه، غرف كتير واماكن كتير وكتب كتير، فانت لو مش عارف مكان الكتاب اللي انت عايزه مستحيل هتوصل له. ده غير ان فيها يعني افخاخ، ممكن تفتح كتاب تلاقي فيه سم، ممكن تفتح كتاب تلاقي فيه حيوان، ممكن تفتح كتاب تلاقي فيه اسرار انت المفروض ما تعرفهاش، ممكن تكون معلومات او اسرار العلماء هم اكتشفوها لكن مش عايزينها تطلع زي ما بيقولوا الراهب. هي ممكن تكون حاجات ظهرت بعد كده لكن هي كانت في الوقت ده العلماء لم يأذنوا ان هي تخرج. مكتبة في الرواية هي مش مجرد مكان عابر، ولكن هي قلب الاحداث بتاعت الدير. فالمكتبة كمان هي الجزء المعقد في العصور الوسطى، يعني هو بيوريك قد ايه المعلومات كانت صعبه جدا في العصور الوسطى. كمان معظم الجرائم الموجوده في الدير او معظم حالات القتل الموجوده في الدير هي مرتبطه بشكل مباشر. للسبب ده هتلاقي ويليام طول الوقت بيحاول يفك لغز المكتبه دي. فالمكتبه في الروايه هي صراع بين المعرفه والخرافه، بين البحث عن الحقيقه والرغبه في السيطره على المعلومات. فالاحداث في الروايه دي عشان توصل للذروه مرتبطه بشكل مباشر بحل لغز المكتبه دي. فايكو في الروايه دي بيستخدم المكتبه كأداة لطرح أسئلة فلسفية حول المعرفة والسلطة وأهمية الفكر الحر في مواجهة الخرافات أو العادات والتقاليد الموجودة في الوقت ده. فالمكتبة في الرواية هي صراع كمان بين العلم والدين، والكتب المحظورة هي رمز للمعرفة المحرمة اللي السلطة الدينية بتحاول منعها من الانتشار. الجزء المهم في الرواية كمان هو التوترات الدينية والسياسية اللي كانت موجودة في الوقت ده. في الوقت اللي ويليام بيحاول يحل جريمة القتل بتزداد التوترات حول قضايا مثلا لاهوتية وسياسية مع البابا، وده كمان بيديك بعد سياسي وديني في الرواية، وبيوريك الصراعات الدينية والفكرية اللي كانت موجودة في العصور الوسطى. حتى في اكتشاف الحقيقة في الرواية كان غريب. طبعا انا مش هحرق النهايه او الاحداث، ولكن حتى في اكتشاف الحقيقه في الروايه كان غريب. ده طبعا بعد ما إتسو اللي هو الغلام ده بيرجع بيته وبيبتدي يحكي احداث الروايه. الروايه فيها الكثير من المتاهات، سواء متاهه دينيه او متاهه في الصراع بين البابا والامبراطور، او حتى متاهه في الصراع بين سيادة الدير وأسرار المكتبة. فإيكو في الرواية بيمشي في الحبكة بين خطين متوازيين. الخط الأولاني وهو الجدل سواء الجدال الديني أو الجدال الفلسفي وطرح الأسئلة الفلسفية، وعلى الجانب الآخر الخط اللي ماشي فيه وهو حل لغز الدير أو حل لغز القضية اللي جاء عليها الأساس أو اللي بنى عليها أساس الرواية. طبعا اتكلم بين كثرة المذاهب والفرق في الوقت ده وتشكيك الكنيسة فيهم، ولكن السؤال الأهم بالنسبة لي هنا، هل الرواية هي نقد للكنيسة أم نقد للبشر ككل، سواء من رهبان بأفعال غريبة وبأسرار مخفية أو حتى معرفة محظورة أو كتاب خطير بيموت كل شخص بيعرف عنه. وده النصف الثاني من الرواية مع تقدم التحقيقات واكتشاف القاتل كمان هو شخص غير متوقع، وبيتم الكشف كمان عن الدوافع اللي خلته يرتكب الجريمة دي. كمان بيتم الكشف عن الأسرار اللي ما زالت مدفونة في الدير حتى نهاية غريبة جدا. حتى الغريب الصراعات الدينية كانت عاملة شيء من التعقيد في الرواية، مش بس الكلام في اسم الوردة عن الأمور الدينية فقط، ولكن هو اتكلم عن أمور فلسفية، كمان اتكلم عن علم البصريات والطب، اتكلم عن علوم كتير جدا، حتى كمان اتكلم عن أعمال العرب والمسلمين في الرواية. يعني وانت مندمج مع سير الأحداث والبحث عن قاتل وحل ألغاز بتلاقي جانب تاني وهو حوارات فلسفية عميقة. هتلاقي الأحداث تصاعدية معاك في الرواية بشكل غريب، هو بس انت محتاج تصبر أول 100 صفحة في الرواية. الأحداث بعد فعلا أول 100 صفحة في الرواية بتنفجر معاك انت ببساطة، ومن خلال أحداث مجمعة بتعرف ان الرواية بتعكس الجانب المظلم في العصور الوسطى. كمان بيوريك الصراع بين الإيمان والعقل وصعوبة الحصول على المعرفة في الوقت ده. خلوني أتكلم عن مقارنة اسم الوردة برواية عزازيل للكاتب يوسف زيدان. أنا قرأت عزازيل مثلا من سنين، ولكن بالنسبة لي رواية عزازيل هي رواية فقيرة جدا مقارنة باسم الوردة بصراحة. ممكن المضمون في الصراع بين الطوائف المسيحية، لكن طريقة الطرح بتاعة اسم الوردة مختلفة تماما عن طريقة طرح يوسف زيدان لعزازيل. اسم الوردة يعني تم طرحها بشكل إنساني أكتر وبطريقة بسيطة أكتر من طريقة طرح عزازيل. أنا أتوقع أن يوسف زيدان تأثر باسم الوردة، ممكن يكون يوسف زيدان فعلا تأثر باسم الوردة،
وممكن يكون في مواقف فيها تشابه، لكن ككل اسم الوردة مختلفة تماما عن عزازيل من وجهة نظري يعني. وفي النهاية بتنتهي الرواية دي بكشف الراهب أو المحقق حقيقة الدير وحقيقة جريمة القتل وحقيقة المكتبة، ولكن في النهاية بتعرف ان المعرفة والعقل هي سلاح ذو حدين، وان الرواية بتبص للحياة بشكل أعمق وعن أهمية العقل في مواجهة الخرافات. فزي ما قلت، هي اسم الوردة مش مجرد رواية عابرة، ولكن هي دراسة فلسفية عميقة، تاريخ والدين والمعرفة، ودورها في الصراع الأزلي بين الإيمان والعقل. إيكو بلغة جميلة وبسرد أكثر من رائع وراك صورة واضحة عن العصور الوسطى، من وصف لوحات وكيفية اكتشاف العلوم. بصراحة هي كانت رحلة جميلة يعني، أعتقد هي هتتكرر تاني، لأن دي مش هتبقى المرة الأولى والأخيرة اللي أقرأ فيها اسم الوردة. حتى النهاية بتاعته، حتى النهاية بتاعت إيكو كانت نهاية تقريبا ترضي جميع الأطراف. كمان يعني مش حابب أنسى الترجمة فعلا أحمد الصمعي، هي ترجمة رائعة يعني. بس بلاش تقرأ المقدمة بتاعته غير بعد ما تخلص الرواية يعني. كانت رحلة ممتعة، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، مش هتأخر عليكم. وقولوا لي لو انتوا قرأتوا الرواية تحت في الكومنتس، وقولوا لي لو عجبكم الحلقة او شايفين ان انا ممكن اطور حاجة، قولوا لي، احب بجد اسمع منكم يعني. وطبعا مستنيكم تيجوا على الانستجرام، هسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس علشان تشوفوا انا بقرا ايه، ونبقى يعني ابديتد وبتكلم معاكم طول الوقت على الانستجرام يعني. واشوفكم الحلقه اللي جايه.